الأستاذة سارة ستيتية فنانة تشكيلية. حدثينا عن أعمالك وعن الفن التشكيلي اللي تقدميه. معك سارة ستيتية، أنا مهندسة ديكور، وأنا ولدت الفن بدمي لأنه الوالد الله يرحمه هو فنان تشكيلي كتير مشهور بلبنان ومعروض بمتحف سرسو له لوحة. فأنا ربيت بشكل عام ورثت منه الفن وتعلمت الفن وحسيت أنه الفن بدمي. فأنا مهندسة ديكور وأيضاً فنانة. ولما إجا شهر رمضان ومن روح الإسلامية والروحانيات، أنا كتير بحب الخلط بين دمج، يعني بين الشرقي التراثي مع المودرن التشكيلي. فدايماً بتلاقي في لمسة شرقية بقلب لوحاتي، بعمل ميكس ميديا تكنيكس، يعني بخلط بين النافير والمسطح والأشكال الهندسية دايماً بتحسها بقلب لوحاتي. فكتير بحب الشيء اللي منه عادي، يعني دايماً بخلط وبعمل ألوان سترايكينج مع دمج بين الرايق والمجنون. يعني فكتير هيك شخصيتي بتعبر عني ولوحاتي بتنطق، يعني بتطلع من قلبي يعني. ومثل ما انك شايف بين الرايق والحرك اللي فيه ديناميكية يعني. هيدي هي يعني الخلط بين الشرقي التراثي والمودرن هيدا يعني بحب أخلط بالتكنيكس أنا. ما أهمية الفن التشكيلي على المجتمع؟ ما الأثر الإيجابي على المجتمع؟ بيعبر عن كل بلد، بيعبر عن شخصيته وبيعبر عن التراث، وبنفس الوقت الفن التشكيلي كل فنان بيقدر يكون حر لما يعمل لوحاته، ما بيكون متقيد. فهو خلق، يعني هو شيء خالد لأنه بيطلع من روح الفنان، وبالتالي في حرية بالإكسبريشن. لما الفنان بيعبر عن شخصيته بيدمج بين الماتيريالز وبيدمج بين المواد، وبنفس الوقت بيخلط من تراث البلد نفسه يعني. فأنا كتير بحب أني أعبر عن بلد لبنان بما أنه أنا بمثل لبنان بلس الدول العربية، وبحب أخلط شوي بالفن الغربي كمان. فهيدي هي. ما هي النقطة، يعني إيش هي النقطة القوية باللوحة؟ يعني ما هو الشيء القوي باللوحة تكون عن تعبر فيه يعني، أو يعني إنجاز التعبير، يعني إيش هو النقطة القوية يعني باللوحة تكون؟ النقطة القوية لما يكون في شادوينج، عارفين الفنان كيف يظهر الظل والنور. هيدي أقوى نقطة باللوحة، الإظهار بين الظل والنور لتخلي اللوحة سترايكينج، يعني تظهر وتكون عم تنطق. يعني لازم تنطق وتجذب المتفرج إنه يشدها لإله، يكون فيها مشاعر، يعني يحس بالمشاعر. يعني لازم تقول للمتفرج تعال عندي. فإذا الفنان ما عرف يعبر هالشي ويطبقه على لوحته، ما بيكون فنان. فأي لوحة بده يكون اللوحة عم بتصرخ يعني، فلا تجذب المتفرج وتجذب الإنسان إذا في عنده روح فنية تجذبه، تقول له تعال عندي. هيدا هو يعني، هون ببين نجاحها للوحة. نعم، شكرا لك أستاذ. خليك، شكرا لكم، وأنا كتير مبسوطة بهالمعرض الناجح يلي كل لوحة فيه بتحكي عن الفنان وعن نجاحه للفنان، وإن شاء الله إلى الأمام سر.